علق إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين على تحقيق تانغو لقب كأس العالم بعد الانتصار على حساب فرنسا في اللقاء الكبير الذي قيم على أرضية ملعب استاد لوسيل بالدوحة، والتي انتهت أشواطها الإضافية والأصلية بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق، وتمكن تانغو من تحقيق الانتصار. وقال مارتينيز في تصريحاته: ليس لدي أي كلام لأصف الانتصار والمساهمة في تحقيق بطولة كأس العالم. نجحنا في كل الاختبارات وكان لدينا هدف منذ بداية المونديال. وأضاف: أشكر زملائي على ما قدموه في اللقاء. وأكد إيميليانو: حاولنا أن نفعل كل شيء ونجحنا في النهاية في تحقيق ذلك بحصد بطولة كأس العالم، مشيرا إلى أنه خرج من حي صغير للغاية وكان لديه حلم بتحقيق هذا الإنجاز وفي النهاية فعلناه. أهدي هذا الانتصار إلى عائلتي وكل الشعب الأرجنتيني.